السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكتشفوا فيه سيارة جديدة. وهاد المرة السيارة اللي غادي نهضروا عليها سيارة ديال مصنع عمرنا هضرنا عليه في القناة ديالنا، فبارك علينا من السيارات اليابانية والألمانية، واجي نهضروا على وحدة من أهم الماركات اللي عندنا في البلاد اللي هي رونو. وبالضبط الضيفة ديالنا في هذا الفيديو هي رونو ميغان 4. وقبل ما نبدا كنبغي نقول لكم شكرا حيت كتفرجوا في الفيديوهات ديالنا، وغادي يكون لنا الشرف انكم تابوناو في القناه، تفعلوا الجرس وتخليوا لنا دي كومونتير. اذا على بركه الله عندنا اليوم هاد الميغان 4 اكسبلور. هاد الميغان 4 الموديل ديالها 2018 خداها مولاها جديده ب 230 الف درهم، يعني 23 مليون في 2018. بويسونس فيسكال ديالها 6 الخيل، يعني الضريبه ديالها 700 درهم، والاسيرونس ديالها كتبدا من 2600 درهم. وكيف ما كتشوفوا هاد الميغان الجيل الرابع خرجات مختلفه وغوستيلي توتالمون مقارنه مع الجيل الثالث، وانا شخصيا كنعتبرها بدايه مسيره الابداع في السيارات بالنسبه لشركه رونو. فكيف ما كتشوفوا هاد الكومباكت ديال رونو خرجت بواحد ديزاين فيه بزاف ديال لي ديتاي ارتستيك، بالخصوص في الاضواء الاماميه والخلفيه السياره، وحتى دوك لي زالينيومون اللي كاينين في الجناب ديال السياره كيعطيوها واحد الطابع سبورتيف اللي كيجعل منها سياره شبابيه 100%. وهاد الميغان 4 اللي عندنا خارجه بلا فينيسيون اكسبلور، ومع ذلك عامره بلي زوبسيون وبيان ايكيبي. فهي جايبه معاها فولون ملتي فونكسيونيل، بواطاغون كليماتيزي هي ولي زاكودوار، فار ليد، رادار دو ريكول، بواط سيزيام، فيها مود ايكونوميك، فيها طابلو دو بور ديجيتال بلس كونتور ديال الفيتاس. السونوريزاسيون ديالها مزيانه بزاف حيت فيها 9 ديال لي هوب بارلور موزعين ودايرين على الطوموبيل، فيها كليماتيزاسيون بيزون، بور يو اس بي، زائد لوكسيليير، زائد الفو دو جور. وبالنسبه للونتروتيان ديال هاد السياره فمولاها ضرب بها لحد الان 48 الف كيلومتر بدون اي مشكل، وبدل فيها لحد الان غير لي ديسك دو فران افون ب 700 درهم للواحد، ولي بنو. وبالنسبه للفيدونج فهو كيدير ليها 5W30، حاجه اللي هي عاديه بالنسبه للمحرك فيه الفاب ولو جي ار. وبالنسبه للثمن ديالها في السوق فهاد الميغان 4 كتسوى دابا ما بين 140 الف درهم حتى ل 170 الف درهم على حساب النقاوه ديالها، الكيلومتراج والفينيسيون باش خارجه. دابا نهضروا على المميزات التقنيه ديال هاد السياره. هاد الميغان 4 خارجه بمحرك 4 سيلندر اون ليني 1 لتر 5 دي سي اي، فيه 110 د الخيل في 4000 تور بار مينوت، وعزم دوران ديال 260 في 1750 تور بار مينوت. السرعه القصوى ديالها هي 207 كيلومتر بار، والكونسوماسيون ميكس ديالها هي 4.5%. ندوزو دابا لتجربه القياده ديال هاد الميغان 4. كيف ما كتشوفوا تجربة القيادة ديال هاد الميغان 4 عجبتني بزاف. لاحظت انها سيارة قوية، الكوبل فيها كافي، خصوصا علبة السرعات اللي خفيفة بزاف، والسيارة كيف ما كتشوفوا ستابل وساكتة في الطريق، و120 سيزيام كتنزل الكونسوماسيون حتى 3.5 ولا 4%. وما ننساش نقول لكم ان هاد 1 لتر 5 دي سي صراحة فيابل بزاف، وصدق في مجموعة من السيارات بحال كليو كاتو وداسيا لوغان، لكن مع ذلك تسينيالو مجموعه من المشاكل، اهمها البواطه فيتيس اوتوماتيك اللي معروفه عند الرونو بالاو دي سي، اللي ما كنصحكش ديرها لان فيها مشاكل. ومن غير هاد البواطه فيتيس اوتوماتيك كيبقاو مشاكل بساط بحال الصداع في الفريناج، دي بروبليم الكترونيك، صداع في السسبونسيون. لكن انا بصراحه عجبتني هاد السياره وكننصح بها المشاهدين ديال القناه. عائله طوموبيلتي بالدارجه كنتمنى تجربه السياقه ديال هاد الميغان 4 تكون عجباتكم، فإلى فيديو آخر مع سيارة أخرى.